السلام عليكم. واش كتعرفوا بان السرطان ديال الثدي هو اول الاسباب ديال الموت عند المراه؟ واش كتعرفوا عاوتاني انه كتسجل كل نهار 100 حاله ديال السرطان ديال الثدي جديده في المغرب، وكل ما لقيناه بكري كل ما يمكن لنا نداويه قبل ما يضيع في الجسم ديالنا. اجيو نشوفوا لالا 10 د الحوايج اللي يمكن لك ديريهم باش تجنبي هذا المرض هذا ولا المشاكل ديالو. اول حاجه خاصك تعرفيها لالا انه خاصك دوزي الماموغرافي ولا اللي كنسميوها التلفازه ديال الصدر كل عامين من بعد السن ديال 50 سنه الا كانت الصحه ديالك مزيانه، ولا كل عام من بعد السن ديال 40 سنه الا كان شي حد من العائله ديالك فايت عنده السرطان ديال الثدي. كل عام لالا خاصك تمشي عند الطبيب باش يقلب لك الصدر ديالك. واللي خاصك تعرفيه انه حتى نتيا خاصك تكوني واعيه بالجسم ديالك وتقلبي صدرك باش تشوف واش كاينه فيه شي ورسيسه ولا شي حاجه غير طبيعيه. التدخين من المسببات الاساسيه ديال السرطان ديال الثدي، فكل ما تجنبتي لالا الدخان ديال السجائر كل ما كان احسن. والكحول حتى هو من الحوايج اللي كيعرضونا للخطر ديال هذا السرطان. والماكله حتى هي خاصها تكون متوازنه، فكل ما كثرتي من الالياف والفواكه والخضار وقللتي من الدهون كل ما تجنبتي الاصابه بهذا السرطان. وبحال اللي قالوا الولا الحركه فيها بركه، فالرياضه 30 دقيقه 3 مرات في السيمانه هي القليله تبتات انها يمكن لك تجنبك من الاصابه ديال هذا السرطان. واذا كان عندك لالا شي واحد من العائله ديالك مريض بهذا السرطان خاصك تقولي لهذا الطبيب ديالك. وخاصك لالا تراقبي الوزن ديالك لانهم ثبتوا بان السمنه عندها علاقه بهذا السرطان. واللي خصنا نعرفوه ان الطب تقدم والعلاج ديال هذا المرض ممكن شريطه انه تشخص بكري. وفي الاخر بنوصيكم سال الطبيب قبل ما نجرب. كان معكم الدكتور سي محمد الزعلي جابري، نتلاقاو الحلقه الجايه ان شاء الله.